بنسبه كبيره بيطلع لك لاعب اوفر 103 برازيلي. سي بي باريس. عزيزي المتابع، النهارده انا جاي اقول لك ازاي هتقدر تستلم لاعب 109 او لاعب 108 مجاني بالكامل من حدث التوتو، سواء من اي دوري انت حابب تاخد اللاعب اللي يجي على بالك اللي هيقدر يكمل معاك التشكيله بتاعتك، ايا كان هو مين بقى، سواء فان باستن، هنري او ترام او حتى خلد. اي لاعب ايا كان هينزل في الدوريات اللي جايه دي كلها طريقه مجانيه بالكامل بدون شحن. النهارده انا عايز ارجعك بقى بحاجات زمان، مش هقول لك جلتش، مش هقول لك اي حاجه، بس هقول لك طريقه رسميه تقدر تجيب بقى اللاعب مبدئيا كده عالمي. خلينا نتفق، بعد ما تختم المسار ده انت تاخد لاعب 104 هنا او لاعب من 103 ل 107، وفي الحالتين اللاعب ده بيساوي 10 نقط، لكن مش ده اللي احنا عايزينه خالص. احنا عايزين لعيبه نقدر نستفاد منها ونعد معاها نقط ونقدر نبدلها ونقيضها، يعني بمعنى تاني نقدر ناخد اللعيبه دي ونقيضها وناخد منها لعيبه. لما تقول لي ما تقدر انت تاخد لاعب 107 و106، لا احنا ناخد اللعيبه دي نفسها وندخلها في المقايضه علشان ناخد اللاعب 108 109 اللي احنا عايزينه من الاحداث كلها. كل اللي انا عايزه منك انك تعمل لايك على الفيديو ده وتعمل اشتراك عالمي وتفعل زر الجرس، لان دي قناه تانيه صدقني وجودك هنا زي على القناه الاساسيه بالظبط. انا هنزل هنا شرح الاحداث والثغرات وكل حاجه انت محتاج تعرفها عن اللعبه. زي ما انت شايف احنا ختمنا المصير الاولاني وخدنا اللاعب ده وبدلناه ب 10 نقط، وبعد كده هينزل اشلي كول ومعانا 300 نقطه نقدر نلعب الماتشات اللي هتنزل تاخد منها النقط بعد كده. طيب بعد ما تخلص كل الاسابيع اللي قدامك دي هتقدر تاخد لاعب 106، وده في اطار اللعبه او في السياق بتاعها يساوي 60 نقطه، يعني اللاعب ال 106 اللي قدامك ده هيساوي 60 نقطه. تمام كده عالمي، واحسبها معايا بالورقه والقلم يا صديقي. وبعد ما تخلص كل اللي قدامك ده هتاخد لاعب 107 وده هيساوي 120 نقطة، وده مش هيغير حاجة يا عالمي. قلنا هتحسب معانا يبقى كده 180 نقطة من حدث الرئيسي وحدث الأيقونة اللي يجي هنا قدامك فيه. يعني احنا مش عايزين نفتح اللاعب اللي هي 107 دي لأن ضعيفة جدا ضعيفة جدا فوق ما تتخيل، بس هنفتح الثانية دي علشان ناخد الماسكران اللي قدامك ده. وبعد كده احنا هناخد ديوي ال 104، يا اما تفتح 103 107، وانا انصحك انك تفتح 103 107 لان نسبتها هنشوف بعد كده انت ادرى. وبعد كده هنا يا عالمي انت ممكن تبدل دول وتجيب 10 نقط، بس ده مش هنحسبه في الحسبان ومش هندخلها، مش هيبقى حاجات رئيسيه. قلنا معانا 100 او 180 نقطه باللاعب اللي احنا هناخده من المسار الثاني. تمام، هينزل مسار الدوري الانجليزي. هنا مسار الدوري الانجليزي يا عالمي هيبقى فيه لاعب يعني زي بريمير ليج، زي الليجا واحد هينزل بريمير ليج، هيبقى فيه كايسيدو ال 107، وده احنا شفناه في اللايف. الفيديو ده انا بصوره لك من قبل ما ينزل الحدث، وكمان اجيب لك حاجات لما المسار ينزل. طيب كايسيدو دون انت هتاخد اللاعب وتقيده ب 120 نقطه، يبقى انت كده بتتكلم في 300 نقطه يا عالمي. 300 نقطه يا عالمي لحد دلوقتي من 3 مسارات. عندك التوتس التيميت توتس الليجا، وكمان سيريا اي، وكمان البوندوز ليجا 1 2 3 4 5 احداث ب 120 نقطه كل لاعب انت هتاخده، لان انت كل اسبوع ينزل لك فيه لاعب مجاني ب 600 نقطه. 600 نقطه على ال 300 اللي معانا يبقى 900 يا عالمي. مش هقول لك يلا بينا ناخد اللاعب، لا، لان احنا نقدر نجيب كمان نقط. عندك المسار اللي قدامك ده المجاني، ادا 40 ادا 50 نقطه لحد دلوقتي، تحت لحد دلوقتي 50 نقطه من مسار التوتس، يبقى كده معانا 950 نقطه لحد دلوقتي مجاني بالكامل هناخدها من الاحداث اللي قدامك ده. يعني بعد ما تخلص الحدث ده كامل هتقدر تاخد اللاعب. طب هتيجي هنا على المتجر. المتجر هنا عالمي، بص الباكه اللي هي ب 2000 ونص وب 3000. طيب خليك معايا كده يا صديقي وركز معايا. لو انت فتحت الباكه اللي قدامك ده، احنا مبدئيا نفتح الاثنين. تعال نفتح كده 2 ونص اهو. الباكه دي بتدي لك لاعب 101 ل 109 زي ما انت شايف يا عالمي اهو. نسبتها بتبقى ضعيفه، حتى لو طلع لك لاعب 104 انت بتاخد 10 نقط. فما انصحش ان انت تفتح دي وتحوش تفتح كل يوم باك 103 زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ار دبليو دانيس طبعا هو 102 يعني ده تقريبا عامل 5 نقط، اتفقنا؟ فدي انا مش هننصح بيها، لكن انت دي نسبتها جامده وهي حلوه ان هي 103 مثلا، لان 104 انت تاخد فيها 10 نقط مش اكتر. نتمنى ان هو بقى يطلع لك لاعب 105 106 من 30 نقطة 160 نقطة انت طالع، بس بنسبة كبيرة بيطلع لك لاعب اوفر 103 برازيلي. سي بي باريس. احنا بص شوف احنا بنحسبها معاك اللي هو 103 104، طلع لي ماركينيوز ال 107 ب 120 نقطة. ده بالنسبة لي انا لان انا بص يا اسطى اهو. روح شوف القناه الثانيه الفيديو الثاني، احنا هنعمل حاجات جامده اهو، لان هنفرتك الدنيا. الظاهره ينزل هنجيبه اهو، مش شايف اهو. لو وصل المرحله دي من الفيديو اعمل لايك زي ما احنا قلنا. نخش هنا على المقايضه اهو، هنخش على التوتس اللي قدامك دي، وبعد كده ده شوف اللعيبه عندنا هنا 107 عندنا شويه لعيبه، شوف 104 كلهم ب 10 نقط. انا عايزك بس كل اللي انت توصل له اللعيبه ال 107 اللي هتجيبها ب 120 نقطه. تمام، زي ما قلت لك لو انت فتحت كل يوم الباكه اللي قدامك دي من 103 ل 104 يا سيدي يطلع لك لاعب
104 ب 10 نقط لمده 10 ايام. طبعا الحدث قاعد 40 يوم فيما اكتر، يعني هو 40 يوم زي ما انت شايف كده، 40 يوم في 10 ايام. لو فتحت كل يوم الباك اللي هي 3000 جوهره دي تقدر تجمعهم كل يوم ال 3000 جوهره يا عالمي، او عملتها يوم بيوم انت بتتكلم في 400 نقطه، او لو هتفتح يوم يوم قول لي يا سيدي 200. طيب 200 على ال 950 اللي معاك 1150. طبعا انا هنا ما حسبتلكش انه يطلع لك لاعب اوفر عالي، احنا عايزينك تجيب بقى 50 نقطه او 100 نقطه من الحظ بتاعك ان هو يعلى شويه عن اللي احنا بنتكلم عنه. اغلى لاعب هينزل في حدث التوتس او الالتيميت توتس، انا ما اعرفش الالتيميت توتس ممكن يزيد، لكن يبقى اغلى لاعب عامل 1000 ونص. ساعتها انت تقدر تجيب اللاعب اللي انت عايزه ب 1250 نقطه، ومعاك 40 يوم تقدر تحوش ويطلع لك لعيبه وتكسب لعيبه. في الوقت ده انت تقدر تجيب اللاعب اللي انت عايزه. كل المطلوب منك الفكره كلها انك بس تحوش النقط يا عالمي. كل اللي طالبه منك انك تحوش. في امكانيه انك تجيب لاعب 108، في تجيب امكانيه لاعب 109، في انت كمان ممكن تجيب 2 لعيبه 108. طبعا كل ما بينزل اسابيع اكتر اللعيبه القديمه او الاسابيع الاولى اللعيبه فيها بتبقى غاليه، انما اللي نازل بعد كده السعر بتاعه بيبقى ارخص. بس مش مطلوب منك غير انك تحوش بس يا عالمي. ماركينيوس ده فاجئني. لو واصل للمرحله دي من الفيديو اتمنى منك انك تعمل لايك عالمي. بيتي ده لو كان بس بيلعب برجله اليمين كان الموضوع اختلف، كان هيبقى فيه حاجه تانية. تيشيرت البرازيل باين رونالدو الظاهره. احنا عايزين الشخصيه بتاعتك بقى عالمي، عايزين شخصيتك. يلا معبرات، قطع الزيكو معبرات. خد ولا تورس يا جماعه، سريع سريع شاي قوي الولد ده. لا لا لا, لا انا متدخل من بدري والله، متدخل يعني عشان اقطع الكوره، لكن اتاخر جدا في القرار. اوكي ايه دي يا جماعه؟ اه ايه ده؟ هي رايقه بس تكمل بقى. احنا عملناها واتعاملنا. ايه ده يا جماعه؟ ده في لبخ وجذب، في لبخ وجذب. يا الله عايش يا اسطى. ماشي سون عامل الصح معايا، بس انا ببساطه تحركات كل حاجه غلط. سون عامل الصح معايا، لم نفقد بعد. ده ايه طيب كده مش مظبوط كده. طب ده ايه اللي بيحصل ده؟ الناس دي سايبه الناس دي ليه؟ طب اللي هلعب لمين انا؟ ما تجري يا ابني. اه يلا يلا ها. اوكي الناس دي بتجريش ليه؟ ها اه مش هقدر اقول غير جي جي. عايش يا اسطى عايش، مش هقدر اقول جي جي. جي 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 عاش. انا مش عارف ده مين، سحس ده سحس ده ولا ايه، بس عاش والله. جي جي. ان شاء الله احنا هنشوفك في فيديوهات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تنساش تعمل لايك واشتراك عالمي.